السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل أنت مستعد للقاء الله؟ إن كنت في الأربعين أو اقتربت من الأربعين أو تجاوزتها بقليل، فاعلم أن الأربعين هو السن الوحيد الذي خصه القرآن الكريم بدعاء مميز. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهو دعاء يتضمن الشكر عما مضى والدعاء للآتي وإعلان الولاء لهذا الدين. أكد العلماء على أهمية هذا الدعاء وخاصة لمن بلغ 40، وأنه سبب لقبول الأعمال، فقد قال سبحانه بعد هذه الآية: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقد ورد في الأثر النبوي أنه من دخل في 40 فقد دخل في أسواق الآخرة، فجهز نفسك يا ابن 40 إلى دار الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، وفي رواية أخرى: وأقل أمتي أبناء 70. فالذي تجاوز 40 أو 50 سنة يجب أن يعلم أنه على الأغلب قد بقي له أقل مما مضى. كيف مضى الذي مضى؟ قد مضى كلمح البصر، فإذا كان الذي بقي أقل من الذي مضى إذن يمضي أيضا كلمح البصر، وما هي إلا غمضة أو ما هي إلا غمضة عين، فإذا أنت تحت أطباق الثرى. فكل إنسان بلغ 40 فقد جاءه النذير، يعني مر عليه 40 سنة و40 صيفا و40 شتاء و40 ربيعا و40 خريف. في 40 تبدأ مرحلة منتصف العمر، يبدأ السؤال القاسي بالظهور أمام الإنسان: ماذا أنجزت في عملك؟ ماذا أنجزت في حياتك؟ ماذا أنجزت في علاقتك مع ربك؟ اسألوا أهل 70 و80 سنة سيقولون لكم كأنه حلم وانقضى. البارحة كنا صغارا نلعب، واليوم قد دنا الحصاد واقترب اللقاء. يعني الذين تجاوزوا 40 أو 50 سنة في الأعم الأغلب أكثر أبناء جيلهم نصفهم تحت التراب. قد يموت إنسان 90 بالمئة وأنت في 50 تقول بيننا وبينه أمد بعيد. أما حينما يموت أقران الإنسان ومن هم في سنه، من هم في مستواه، فالقول الحق: أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فكل مشغول بدخله، مشغول بطعامه وشرابه، برزقه، بأولاده، بزواجه، مشغولا بالدنيا، بتجارته، بسهراته، برحلاته، ببيته، بسيارته، بأمواله، وعمره ينقص كل يوم ولا يشعر به. إذا كمثال، إذا كنا ذاهبون في رحلة أو إجازة ومضى ثلث تلك الرحلة، فالوقت المتبقي يخصص للاستعداد للعودة. سافر إلى أي مكان. إذا كانت الرحلة 10 أيام، بعد اليوم السابع تفكر في العودة، في قطع التذاكر، في جمع الأغراض، أي أنه بعد اليوم السابع يبدأ التفكير كيف نعود. فإذا وصل الإنسان إلى 40 يجب أن يعد العدة لمغادرة الدنيا.
والبطولة لا أن تؤمن بالموت، ولكن البطولة أن تستعد لها. إلى متى وأنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ أما آن الأوان؟ أما آن أن تعود؟ أما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب؟ إذا لم ترجع لربك وقد بلغت هذا العمر فمتى ترجع يا ابن آدم؟ سن 40 هو رسالة من الله لك تقول: يا عبدي قد اقترب اللقاء فهل أنت مستعد له؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا واحسن خاتمتنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وإليك رب المصير.